فيلم من أكتر الأفلام المنتظرة اللي هنقابلها إن شاء الله في نهاية السنة الميلادية وبالتالي في أجازة منتصف العام الدراسي. فيلم آسر ياسين وأسماء جلال ومحمد شاهين، إنغام القط. إنغام القط شفنا ليه شوية تيزرز كده صغيرة فردية لكل ممثل، لكن نزل التريلر كامل للفيلم فشفتوش، فيلا بينا نتفرج عليه مع بعض. هو حضرتك يا فندم متأكد إن القط هيسرق توأم الموناليزا؟ القط صاحب مزاج، يحب يرقص قوي وهو بيسرق. حاول دبة رأس هقفش أمه. انا ماليش ذنب في اللي هو بيعمله، ماليش ذنب ان احنا اخوات. أنا راجل توكسيك. آسر ياسين طلع بشخصيتين، طلع واحد طيب وواحد شرير. راجل توكسيك. هو انا لو عايزه اسيب خطيبي عشان ارتبط باخوه ابقى وحشه؟ فاضي نخوض في اعراض؟ بطلي تبقي مكسوفه. ده أنت ما شفتوش إلا ساعة إلا ربع. بس بالدنيا وما فيها والله. أنا القط. حتة الديك دي فكرتني فيلم الفرح، لو حد فاكر التريلر فيلم الفرح. القط والحربايه، اسم تيم يجنن. مين البنت اللي بره دي؟ في واحدة فلبينية لسه عارفها من البوين. دي يا بت خشي لا البنطلون ده بدل ما اقلعهولك. الله، تلاقي البنطلون ده. عمري ما هقلعه. انا بقى ساعتها كنت في بيتنا لما هي هنا كانت بتت ايه بتت إيه؟ ايه هنبلش الديك تاني. بكرة بكير. يا جماعة الحر ده، الحماس اللي أنت فيه ده بالقرف اللي إحنا فيه ده ملفت للنظر. هو صح كان مصاحب امينه خليل؟ نو واي. جميل قوي. انت المفروض لو كتب على جوجل راجل توكسيك تطلع صورتك. قلت اركبي العربية. والله على ايدك، حاضر. عاقل وفقدان جاهل، جاهل وفهمان جاحد، جاحد وغلبان من جوا يا مقسوم نص الناجح، ناجح وخيبان صالح، صالح وتلفان رايق، رايق وشقيان وبعيشها في الحالتين. مالك يا بنت بتمشي كده؟ كنت كويسة. جوع الجلد ده مش المطاردات خالص. هنجيب تليفون. تأليف أيمن وطار وإخراج سارة نوح. الفيلم هينزل 31 ديسمبر أو 1 يناير. وموسيقى تصويرية كنت لسه هقول والله عجباني جدا، موسيقى تصويرية كريم جابر الويلي، وكمان مختلفة عن الحاجة اللي الويلي متميز فيها، يعني حاسس فيها باختلاف. وعجباني جدا يعني جات لي كتير، ركزت فيها كده في الباك جراوند. فأنا متشوق للفيلم، وإن شاء الله الفيلم يطلع حلو، وإن شاء الله نعمل له ريفيو، وهيبقى أول فيلم في السنة الجديدة 2026 اللي نتمنى إنها تكون بقوة السنة دي سنة 2025.